اعصج اللحمه الاول عشان احشي كانيلوني لحمه. فحطيت فص مستكه وحطيت زيت على حطيت الاول زيت على زبده، ونزلت بفصين مستكه ونزلت باللحمه، خدت صدمه وشوحتها لونها اتغير. هنزل عليها بالبصله مبشوره، بصله متوسطه مبشوره، هقلب بقى فيها لحد ما البصل تختفي. هنا بقى عندي قرنين فلفل كده خرطتهم، فلفل رومي، نزلت بيهم، هنا بقى عندي طماطمتين بشرتهم، هنزل بيهم بقى كده على اللحمه. هنا هحط بقى ملح، هنا عندي نص معلقه بهارات مشكله، هنا بقى نعمل عجينة الكانيلوني. عندي بقى هنا لبن اهو، هناخد منه كوبايتين، وعندي هنا كوباية ونص دقيق، وعندي بيضتين، وهنحط 3 معالق زيت. اجيب شفشق بقى الخلاط ده واشتغل فيه كده. بقى حطيت المقادير على بعضها في الخلاط، وكده ده سمك عجينة الكانيلوني، وصفيتها عشان اي تكتلات في الدقيق. هروح بقى على البوتاجاز احط طاسه ادينها زيت خفيف، طاسه من اللي ما بتلزقش، وتابعوني بقى لاخر الفيديو. هنا حطيت طاسه ومسحتها مسحه زيت، هشيلها بقى من على النار، ومش هبله ما اكفش قوي. كده بقى قلبتها على الجنب التاني بالشوكة اهي. واشيلها بقى احطها هنا في الطبق، واشيل من على النار واعمل واحدة كمان. كده بقى اللحمة اهي المعصجة، وهنا دي الكمية اللي طلعت من الكانيلوني اهي، ده الكمية من المقدار اهو. جبت بقى هنا قالب بايركس، وهنا بقى اخد واحدة واحدة والف كده. هنا بقى جبت طبق كده فردت فيه بقى قطعة من الكانيلوني، وهنا احط بقى اللحمة، حشوة اللحمة، وهقلب كده على الجنب ده والجنب ده كده، والفه بقى رول. وعندي هنا بقى البايركس دهنته زيت
هرصه كده. هعمل واحدة كمان قدامكم. انا حطيت اللحمة، هقفل الجنب ده كده والجنب التاني كده والفه بقى رول. وارص بقى في القالب. هكمل بقى الكمية وارجع لكم. هنا بقى رصيت البايركس. وهنا بقى عندي خطوة كده، بدل ما اعمل بشاميل واحطه بقى على الوش، فوضت كبشتين من العجين وهنزل بيهم بقى كده، بدل ما نعمل بقى تكاليف وبشاميل وكده، فكده احسن. وعندك بقى جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي، حطي بقى عليها ودخليها بقى الفرن. الفرن بقى يسخن وندخل بقى البايركس بتاعنا اللي فيه كانيلوني يحمر بقى ويستوي وارجع لكم. وكده بقى الكانيلوني اهو طلع من الفرن، وده شكله وريحته في منتهى الجمال، وطعمه طبعا هيبقى اجمل. اتمنى ان انتم تجربوه. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، اتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده في فيديو جديد. وتحياتي من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.